بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ آه نهاية العام الميلادي وبداية عام ميلادي جديد ان شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معادنا مع الحلقة الثالثة والأخيرة من فيديوهات أو سلسلة الجينات أو العوامل الوراثية. طبعا العوامل الوراثية لو اتكلمت فيها باستفاضة وبتفصيل أكتر من كده مش هيكفيها مثلا ولا 10 12 15 فيديو. ولكن حبيت ألم لكم بس الموضوع كده بمنتهى البساطة. موضوع الجينات موضوع طويل ومعقد ومش سهل، بس بحاول ابسطه بقدر الامكان علشان ايه يوصل ممكن لاصغر حد بيتفرج على الفيديوهات. يعني لو حد 10 12 سنة ممكن يفهم الكلام اللي بيتقال يعني. آه، هل الجينات بتتغير او العوامل الوراثية بتتغير؟ العوامل الوراثية المنتقلة او الصفات الوراثية المنتقلة من الاباء للابناء ثابتة ما ينفعش تتغير، ولكن في بعض الجينات ممكن تتغير. تتغير ازاي؟ بتتغير بالعوامل البيئية. يعني لو واحد قصير، شيء منطقي، الأب قصير الأم قصيرة، هيخلفوا الأطفال قصيرين. تمام. طيب الولد القصير ده هيطول هيطول لغاية حد معين، مش هيطول بعديه. يعني هيطلع كوبي بيست من والده ووالدته، إلا إذا في جدود الجدود الجدود عنده في جين من الجينات ان هو ممكن يفرد طول سنة زيادة شوية. فكده ممكن تلاقي الابن طالع اطول من باباه، او البنت طالعة اطول من مامتها شوية. مش هيبقى فرق واو يعني. طيب، هل ممكن ان مع الوقت الولد دوت او ببعض التمارين الولد دوت يحصل له، او الطفل ده يحصل له تغيير في الطول؟ لا. من واقع الخبرات العملية ومن واقع الابحاث العلمية، لا، ما ينفعش. ناس تقول لك العب عقلة كتير علشان تفرد طول. ناس تقول لك العب سباحة كتير علشان تفرد طول. ناس تقول لك ما تلعبش حديد علشان تفرد طول. ناس تقول لك مش عارف اعمل ايه عشان يحصل لك ايه. لا، هو الموضوع مش كده بالظبط. هو الموضوع وما فيه ان الناس اللي عندها استعداد او للقصر ميول لقصر القامة مثلا، ما تلعبش ألعاب تساعد على زيادة قصر القامة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا رياضة زي رياضة رفع الأثقال. رفع الأثقال، الولد من ساعة ما بيدخل رياضة رفع الأثقال وهو بيتمرن على إن هو التكنيك بتاع رفعات البار بالأوزان اللي عليه. في البداية بيتمرن على تكنيك بس بعصاية أو ببار فاضي، أو حتى كروكي كده من غير اي حاجه خالص، من غير ادوات. بعد كده يبتدي يدخل ادوات مساعده سنه 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 لغايه ما يبتدي يرفع بار حديد. كويس، رفع البار الحديد وبيرفعه صح ومظبوط ومية مية، التكنيك بتاعه بقى مظبوط تمام التمام زي الفل، المدرب شايفه الستايل بتاعه تمام. ارفع يا معلم، حط اوزان وارفع وتدرج في الاوزان بتاعتك لغايه اما ترفع الوزن اللي يأهلك انك تدخل بطوله وتنافس في البطوله. طيب، كلام جميل قوي. انا اوريدي عندي واحد قصير، فلو لعبته اللعبه دي هيبقى انا بساعده زيادة ان هو ما ينموش النمو الكامل بتاعه. طيب، يبقى الحل ايه؟ العبه لعبة مثلا مش مناسبة للجينات بتاعته. العبه لعبة مثلا زي الباسكت او الفولي او السباحة او لعبة عايزة حد طويل؟ لا، برضو ما بقولش كده. القصة وما فيها ايه؟ ان لعبة زي دي هتساعد ان هو ما ينموش النمو الكامل بتاعه. يعني لو ولد طبيعي مثلا والده وصل لطول 160 وقفل على كده، فمن المنطقي الولد مش هيعدي ال 160 161 162 مثلا يعني. انا لو لعبته رياضة رفع الاثقال في سن صغير او في سن النمو، هيقف عند طول اقل من باباه كمان. ماشي كده الكلام؟ طيب، امال ايه يعني ايه تتغير مع البيئة والعوامل البيئية والكلام اللي اتقال ده؟ يعني على سبيل المثال، لو ولد مثلا مولود في مدينة ساحلية، مدينة ساحلية يعني على شط البحر، فشيء طبيعي ان هو هينزل المية اكتر من الولد اللي مولود مثلا في مدينة مش ساحلية ما فيهاش مية. حلو الكلام. شيء طبيعي ان هو بدل ما هينزل المية مرة اتنين تلاتة في السنة اللي هو ساعة المصيف، لا، ده هينزل المية تقريبا 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 ممكن اقول لك مرة كل اسبوع، مرتين كل اسبوع، مرة كل يوم كمان.
وفي ظروف بيئية غير تدريب السباحة العادي اللي هو هننزل نتمرن سباحة ساعة واطلع ساعة ضربات رجلين وكاتشات وكلام من ده واطلع. لا، ده هيتعلم سباحة وهيجري، وبعد كده تبقى المية دي بالنسبة له لعبة. خلاص، دي البيئة بتاعته، دي البيئة بتاعته، هي دي حياته. طيب، يعني معنى كده ان الولد دوت ممكن في يوم من الايام يبقى بطل سباحة؟ اه ممكن، ممكن جدا كمان، وارد. لو في عيلته الجينات اللي تأهله ان هو، والموهبة اللي تأهله، والقدرات الجسمانية اللي تأهله ان هو يبقى بطل سباحة، هيبقى. إن توافر عنده العوامل اللي تساعده على كده. طيب لو ولد مثلا مولود مثلا في بيئة صحراوية، فبيمشي مشي مسافات طويلة، وبيجري جري مسافات طويلة، وبيطلع جبال وبينزل منحدرات وبيعمل وبيسوي، هتيجي تبص على شكل رجليه تلاقي مش رجلين بني آدم عادي، مش رجلين طبيعية، لا رجلين بسم الله ما شاء الله، حاجة واحد كأنه بيتمرن ألعاب قوة بقاله سنين. نفس الكلام الناس اللي مولودة في الغابات، والناس اللي مولودة في البيئة المفتوحة والكلام ده كله، الناس دي بتجري مسافات طويلة وبتجري كتير وبتطلع تجري تطلع جبال وبتنزل منحدرات وتعمل مجهود بدني عالي زي الإنسان الأول كده، زي طرزان كده والإنسان الأول. الناس ديت بتعمل مجهود بدني شاق، يعني كأنه بيتمرن من هو لسه في بدايات حياته، ده حياته اليومية، ده طبيعته، ده بيئته كده، ده البيئة بتاعته كده. فشيء طبيعي جيل ورا التاني ورا التالت الجينات بتبتدي تتغير، حتى لو جيناته مش كده، نمطه الجسماني بقى كده، فالجينات اللي هيورثها للأجيال اللي جاية بعديها تبقى كده. فاهمين قصدي ايه؟ بس فهي دي القصة اللي انا بتكلم فيها. لكن الجينات تتغير بالتدريب فقط لا غير؟ لا، تدريب فقط لا غير لا يتعدى نسبة مثلا 30 40% من الوصول للمستوى الرياضي العالي، المستويات العليا من ال الرياضة. يعني الولد لو ما عندوش أصلا جينات، وما عندوش أصلا موهبة، والموهبة دي يعني يبقى نفرد لها فيديو لوحده، الموهبة دي لوحدها ده موال تاني خالص. الموهبة دي حاجة كده هبة من ربنا سبحانه وتعالى، غرزها في بني آدم بعينه. البني آدم ده هو لوحده كده من غير أي حاجة، لو حطيته في وسط زمايله كده تلاقيه لوحده، لوحده تلاقيه بيجري أسرع من زمايله، لوحده تلاقيه بينطط الكورة 100 مرة، تلاقيه لوحده بيطلع على العقلة يعمل 50 عدة، لوحده بينزل يعمل ضغط 20 30 عدة، وهو لسه عيل صغير. الكلام ده بتكلم على الأطفال الصغيرين، بتكلم على الأطفال الصغيرين اللي هم مثلا سن ابتدائي أولى إعدادي كلام من ده، اللي هو لسه ما تمش 14 15 سنة. فاهمين قصدي؟ اللي زيهم مش موهوبين وبيتمرنوا تمرين شبه يومي ما يعرفوش يعملوا الكلام ده. ليه؟ لأن أنت بادئ من الصفر أو من تحت الصفر كمان، ده بادئ مثلا من نمرة 7 نمرة 8 نمرة 9، هيعلى معاك بسرعة. دي الموهبة خدناه، الأساس بتاعه موجود، الموهبة والجينات عنده موجودة، فاللي بعد كده كله سهل. فأنت لو مسكت واحد موهوب وعنده جينات مطلوبة في اللعبة دي، واتمرن صح مظبوط، شكرا انت عديت بيه. وده اللي المفروض يحصل، وده اللي بنادي بيه. يا قيادات الدولة، يا ناس، يا ناس يا اللي مسؤولين عن الرياضة في مصر، من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، وفروا وقت ومجهود وفلوس، وظفوهم في الاتجاه الصح، وظفوهم في الاتجاه الصح. انتقاء وتوجيه، ننتقي الأطفال ونوجههم صح في الرياضات الصح. مش اي حد يروح يلعب اي حاجة يبقى بنهدر وقت ومجهود وفلوس ومشاوير وكل حاجة بنهدرها على الفاضي، وفي الاخر الطفل ده هينسحب من اللعبة دي، هيروح لعبة تانية يبدأ فيها من الصفر، يا يلاقي فيها نفسه بالصدفة يا ما يلاقيش فيها نفسه نهائي وهينسحب منها. وده غالبا اللي بيحصل في معظم الأندية ومعظم مراكز الشباب ومعظم الناس اللي بتلعب رياضة. بيلعب رياضة علشان هو عايز الرياضة دي، مش عشان هو مناسب للرياضة دي ولا الرياضة دي مناسبة ليه، لا بيلعب الرياضة دي عشان هو عايزها فقط لا غير، مش اكتر من كده. لكن لو توجه اتجاه صح الموضوع هيختلف تماما، تماما، بدل البطل يبقى عندك 10 في كل لعبة. طيب الحل ايه؟ انا كولي امر، الدولة مش ماشية في الاتجاه ده دلوقتي، او مفيش الامكانية ان احنا نعمل الكلام ده دلوقتي، بمجهود شخصي مني انا كولي امر اعمل ايه؟ انا عايز العب ابني لعبه معينه، او عايز العب بنتي لعبه معينه، تمام. اروح اسال المسؤولين عن اللعبه دي في مكان واتنين وتلاته، هتعب شويه معلش بس هو ده اللي قدامي. انا راجل ماليش علاقه بالرياضه خالص، ولي امر عادي جدا، ربنا رزقني بطفل او طفله عايز العبه رياضه واحطه على اول الطريق المظبوط،
تمام. اشوف الرياضات اللي قدامي واروح اسال المدرب او المدير الفني او الهيد كوتش او المسؤول عن الرياضه دي. السلام عليكم يا كوتش، السلام عليكم يا دكتور، بعد اذن حضرتك انا عايز اعرف المواصفات المطلوبه للعبه دي ايه، المواصفات الجسمانيه المطلوبه للعبه دي ايه. يقول لك واحد اتنين تلاته اربعه. نفس اللعبه دي شوفها في مكان تاني، هيقول لك واحد اتنين تلاته اربعه. نفس اللعبه دي شوفها في مكان تالت ورابع، هيقول لك واحد اتنين تلاته اربعه. حلو الكلام. جمع الكلام المشترك ما بينهم وهو ده اللي تعمله. ليه؟ لان غالبا اي حد في اي مكان عايز ينجح المكان اللي هو فيه بيعمل ايه؟ بيكبر قاعدة المشتركين عنده. ان هو نمرة واحد ليه نسبة في الاشتراكات اللي داخلاله، نمرة اتنين بيوسع القاعدة، ومن القاعدة الواسعة دي هيبتدي ينتقي هو بعد كده، هيفرز هو بعد كده. دخله 50 واحد هيعرف يطلع منهم 6 7 8، لكن لو دخله 20 هيطلع بالعافية بواحد ولا باتنين. واضح كده الكلام؟ فانت دلوقتي شايف ابنك كويس مثلا في رياضة معينة، تمام زي الفل، اروح اسأل الكبير بتاع الرياضة دي في المكان اللي انا فيه ايه المواصفات اللي انتوا محتاجينها في البطل في اللعبة دي. يقول لك كذا 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 كذا، تمام، خد كلامه واكتبه. روح مكان تاني واسأل، مكان تالت واسأل، مكان رابع واسأل، وشوف وقارن بين الكلام وشوف المتشابه ايه. الكلام ده بينطبق على ابنك، تمام، خليه يكمل في اللعبة دي. ما ينطبقش على ابنك شوف له حاجة تانية وتالتة ورابعة. شوف مواصفات ابنك ايه وامشي فيها. اسأل واحد متخصص، مش عيب انك تسأل، وده هيأثر عليك المشوار قوي. المتخصص هيجيب لك من الاخر، هيقول لك الرياضة دي عايزة كذا 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 كذا، او انت مواصفات ابنك دي كده ينفع له رياضة واتنين وتلاتة واربعة، ينفع له واحد اتنين تلاتة اربعة. اختار ما بينهم. هينفع في الالعاب دي، هينفع هو في الاربع خمس مجموعات بتاعت الالعاب دي. تمام. بناء على التعليم اللي هيتعلمه، بناء على المهارات اللي هيكتسبها، بناء على الصفات النفسية اللي هيكتسبها، بناء على السمات الشخصية بتاعت ابنك، هيمشي كويس جدا 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 في حاجة من الأربعة دول أو حاجة من التلاتة دول. يبقى أنت أثرت على نفسك وأثرت على المدرب وأثرت على ابنك وأثرت على الناس اللي في المنظومة كلها، وقت وفلوس ومجهود. تمام كده. الخلاصة، أثروا على نفسكم المشوار يا جماعة. انا اعرف ناس اقسم بعزة وجلال الله بيلعبوا رياضات طول عمرهم وما يعرفوش ان هم مش مناسبين ليها. وفي ناس بتلعب وتبطل الرياضة دي وهو اصلا مش مناسب ليها، ولا بدنيا ولا نفسيا ولا جسد، بس هو مفروض على الرياضة دي والرياضة دي مفروضة عليه. وولي الامر غلبان ما يعرفش، ولي الامر ما يعرفش، ما يعرفش حرفيا. ولي الامر ما يعرفش، هو عايز ابنه يلعب الرياضة دي بس، مش اكتر من كده. وادارات الانديه ومراكز الشباب او الاكاديميات اهلا وسهلا، ما يقدرش يقول للواحد لا تدفع اشتراك هتخش، مش هتدفع اشتراك اسفين جدا حضرتك. فعايزين يا جماعه نخرج بره النقطه دي، عايزين نفكر تفكير ارقى شويه من كده، تفكير اعلى شويه من كده، تفكير ايجابي شويه عن كده. من فضلكم فكروا في الاتجاه الصح. زي ابنك مثلا وهو في ثانويه عامه، انت بتشوفه يمشي في علمي ولا يمشي في ادبي. مش لو فرضت عليه العلمي وهو مش ماشي في المواد العلمي، ما هيلبس في الحيطه، مش هيجيب مجموع. انت عايزه يطلع مهندس وهو ما بيحبش الرياضه، عايزه يطلع دكتور وهو ما بيحبش البيولوجي، ما بيحبش الاحياء، ما بيحبش الكيمياء، ما بيحبش الفيزياء، مش هيمشي، مش هيجيب مجموع، مش هيتخش طب. وحتى لو دخل هيمشي بيعرج، السنه هياخدها في سنتين وثلاثه، مش هيمشي. اثر على نفسك المشوار وخش في المفيد. العبوها صح يا جماعه. اسف على الاطاله. من فضلكم اللي عايز اي مساعده في المجال ده تحت امركم عناية الاتنين. اللي عايز حاجة في الانتقاء والتوجيه عناية الاتنين تحت أمركم. نشوف المواصفات ايه ونظبط الدنيا وأقول لكم الرياضات المطلوبة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، عايزة مواصفات كذا 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 كذا. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا للمتخصصين. الموضوع سهل سهل والله. دي مادة درسناها في سنة تانية كلية، سنة تانية في تربية رياضية درسنا المادة دي. هي مادة واحدة، والله سهلة وبسيطة. بس للأسف 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 مش ماشيين بيها، مش شغالين بيها. خلاصة الكلام، شيروا الفيديو ده على أوسع نطاق، ومنتظر منكم الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله مشاهدات أكتر. أنا عارف طبعا الفترة دي فترة امتحانات ومشغولين طبعا، بس منتظر منكم مشاهدات أكتر، منتظر منكم شير أكتر، منتظر منكم سبسكرايب أكتر. أشوفكم على خير الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم.